أنا أقول بأن الإنسان الأول لو بروميي أوم نشأ في هذا البلد لما دخلت مغارة إيجنجاوي. قلت لهم إن دولة البرازيل اسمها مشتق من قبيلة توجد في ولاية مسيلة. يا سعدية فرحي بالجيران ديالنا، راه شحال زوين يكونوا عندك جيران بحال ما هادو، شحال زوينه تعرقها ضحك على شي ناس عجيبه فما قول. زعما انا فرحان بالجيران ديالنا، واحد الفرحان الناس العزيز راه ما كاينش بحالها. واش هادكم عبد المجيد راجل الزهراوي ني نقله واش من نقله، زعما الاتباع ديالك راه هما هادوك، غير تبارك الله عليكم. خالتي الزهراوي ياك تهلينا في هاد المجيطيط، ما تنسيش راكي عارفه الشهيوات ديال سكران طيح في الدروج وزلق وطاح على راسو بزاف ديال الشهيوات، صافي تهلينا في التحفه النادره صافي. قلت لهم إن كبير مستشاري قائد ألمانيا دار فيغر السيد أدولف هتلر لم يكن إلا جزائري من بلاد القبائل. واش دخلنا عليكم بالله ما كيمرقوش، زعما هاد الهضره هادي اللي تيقولوا صافي راه تيقولوها بكامل القوى العقليه ديالهم. انا راه شاك الناس العزاز راه هادشي هذا ما طبيعي، شي حاجه تما ما هياش ديما تنقولها. ثم اش هاد السلوكيه دي اش هاد السلوكيه كتطلقوا على هادوك لوك والمبردعون حتى هما جالسين. ابدا ابدا باسكو تو تي في باش نرجعوا لي بيتي سونتر دو ديسيزيون باش لا ديسيزيون فينالمون جاي تطلع صقرات سي دابا كاين من خيارات راهم متامنين ديجا بمقاربه جديده. حنا شكون اخي هذه الاتفاق سي با سي انوفاسيون بالنسبه لنا خاطر المال سي كيسونطاني على فيتاس كرون في اللي فهم شي حاجه عافاكم يفهمنا. راه صراحه ما قشعنا حتى حاجه والله الناس العزاز ما قشعت شي حاجه. اش تيقول هذا اش يقول اشنا هو المعنى ديال هذوك العبارات اللي تيخرج من فمو وانتم واش نقري حاجه بقى ديرها. احسن عوان خالتي الزوره ما تفهم حتى حاجه. واش ملي كتحاور مع عبد المجيد طيط كيفاش كدير مرتك الزوره حتى تفهم هذاك الشيء اللي تقول. اعز الناس في العالم مرحبا بكم في فيديو جديد وحلقه جديده. شكرا بزاف على الدعم ديالكم والتفاعل ديالكم. ما تنساوش الناس العزاز ديروا واحد لايك وبارطاج بلا ما نطولوا في الهضره. يا الله نبداو. إننا ونحن نشهد التطورات الخطيرة التي تعيشها فلسطين. لا يمكن إلا أن نجدد تضامن الشعب الصحراوي. الناس العزاز صافي اسرائيل مشات فيها. اخر انذار اليوم من اغلى لاعب في التاريخ ديال الجزائر. انا هذا الشيء اللي بان لي اسرائيل بح مع شقيقه الفلسطيني في كفاحه. بلد متفتح. مع شقيقه الفلسطيني في كفاحه من أجل حقوقه المشروعة في الحرية وتقرير المصير وإقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشريف. دابا تخيلوا معايا الناس العزاز العصابه ديال القياطن العجاج غاديين يحرروا مساكن فلسطين. غير فهموني انا دابا الجزائر دايره هاد العصابه على قبل باش تفرق الاراضي المغربيه وغادي يتعاونوا مع فلسطين باش يردوا الاراضي ديالهم من اسرائيل. ايوا انت دابا غير واحد شويه ديال اللوجيك. غير فهموني الله يرحم لكم مع الوالدين. واش هاد الشيء هذا منطقي؟ واش هاد الفعيل ديال الكراغيله وهاد العصابه ديال البوليزاريو هو هذاك؟ نوجه رسالة لإخواننا الفلسطينيين بأن لكم إخوانا لكم في الجزائر سيكونون لكم نعم النصير. بسم الله الرحمن الرحيم. ونعم الظهير ونعم الداعم. دولة ومؤسسات وشعب فلا تجد في الأمة العربية ولا الإسلامية ولا في عموم سكان الكرة الأرضية الا والو ما كاينش. هاد الشيء هذا اللي تقول هو اللي كاين ودي عمو المبردع. داك الشيء عندك نيميرو واحد. شعبا ودولة وحكومة متفقون حول القضية الفلسطينية كما في دولة الجزائر. فنحن اول مره في حياتي اعز الناس كنشوف واحد الوقفه احتجاجيه بهذه الطريقه. اول مره كنشوفها عند اشرف عقيل باش تعرفوا ان اي حاجه شفتوها اول مره راه غادي تلقاوها سبحان الله عند الجيران ديالنا. ايوا شفتي يعني باش الشعب نخاف منه يخرج من اجل فلسطين وبعد كده يدورها معناتها في كلشي تبن. معناتها انا خايف، معناتها انا مانيش صافي، معناتها راني داير حاجه باش مليحه للشعب. على هذا الاساس راني خايف
مزيان من اللي عرفتوا ان النظام العسكري ديالكم خايف ان هذوك المظاهرات يتقلبوا عليهم. هذاك الشيء علاش تم قمع الشعب الجزائري باش ما يدير لا مظاهره لا والو. اتصالات جماعيه، يعني عدد من الدول، رؤساء الدول الاوروبيه اتصلت بالرئيس تبون وقالت له نحن نعول عليك من اجل يعني ايقاف الحرب على غزه. هما واش راهم يحوسوا الرئيس تبون ياثر على حماس، باش نكونوا صراحه معكم. يعني ما عندناش دور مع الكيان احنا. اذا بعض الدول الاوروبيه وذكرناها بالاسم هي فرنسا، ايطاليا والمانيا، يعني وجهت نداء الى الرئيس تبون من اجل التدخل. وياه راه يديروها والعالم كامل، راه الدول كاملين يديروها ويفوتوها ليه، لان عبد المجيد طيط عنده واحد الاهميه كبيره وكلمته مسموعه. ناري اش تقول؟ واللي قالها لهم ان شاء الله غادي يديروها. انا كنهضر على هاد الدول اللي دويش عليهم، وباينه 100% الناس العزاز ان هاد السيد هذا طانز، هذاك الطنز العكري على عمو عبد المجيد خايب الكنيه. الشعب الجزائري حنايا كي نهضروا معاكم والله نلوموكم خير لكم وليس شر لكم. يتخذ قراراته في الرباط أو في وجدة في الليل ويجي يناقشها في حيدر في النهار. أنا بصراحة لا أثق في الظروف الحالية، لا أثق في مسؤول، أقولها بكل صراحة، أنا لا أثق في أي مسؤول متزوج أجنبية، لا أثق في أي مسؤول متزوج أجنبية، وخاصة متزوج مروكية. خايفين الناس العزاز من القضيه ديال المؤامره، لان هذا ولا كتمشي كامله بالمؤامره بهذاك المنطق ديال راه غايديروا لينا وغادي يفعلوا لينا. امساك راه خايفين على جنابهم، شي حاجه كتعلق بالمغرب والمغاربه كضرهم. يلاه زيد انت دوي مع هذوك ليك واشرح لهم ان العقل ديالكم يا مساكن هذاك راه غير الوسواس دخل لكم من هنا. هاو يا وجوه البخس، يا وجوه البخس في رابا في الرباط، هام لك الشعب المغربي برا، هام التوانسه برا، وانتوما يا وجوه العار اللي في الجزائر اقعدوا في ديوركم اللي ما تحشموش. الا واه ما ديش عليهم راه غير خايفين مساكن من الكبرانات، ولكن راه قالوا لهم واحد اللعيبه الا باغيين تخرجوا تظاهروا وانكم ديروا مظاهرات على فلسطين تكاو لي على المخزن والمغاربه. الا كنتوا تسبوا المغاربه مرحبا، ما كنتوش ديروا هذا الشيء هذا كل واحد يجلس في دارو. الناس اللي خرجت راها قليله وخرجوا تكاو على المغرب والمغاربه بالسبان. العساكريه اللي حدانا هادو راه مساكن يعني اللي غلب يعرف، هادو اللي حدانا راه تقاد لهم كلشي، فرشاتهم هاد المشكله ديال غزه صفقوا عليها سواره الرباح. هما كانوا كيراهنوا تيكذبوا على الجزائريين وتيكذبوا على الناس وتيقول لهم لا المغرب راه دار العلاقه مع اسرائيل صافي راه باع القضيه الفلسطينيه راه ماذا. دابا المغرب هو شوف المظاهرات دابا اليوم في الرباط، شوف شحال ديال المغاربه خارجين دابا بالالاف المؤلفه ديال المغاربه. خرجت السلطات منعت، الدوله المغربيه خرجت منعت الناس انهم يتضامنوا مع الفلسطينيين ويتضامنوا مع غزه. راه هذا هو الفرق بين المملكه المغربيه والدوله ديال القوه الضريبه، لان النظام العسكري كيدير ما بغى في هذوك لوك، داير فيهم شنقري حتى ما بغى، راه ما مخليش المبردعون يديروا شي حركه ما هياش. الحديث موجه للسلطات الجزائريه، بالله عليكم قولوا لنا لماذا منعتمونا من المسيره اللي حاولنا نقوم بها اليوم في الجزائر العاصمه. جزائريون من كل انحاء العاصمه حاولوا يجتمعوا للتعبير جماعيا ضد هذه المجازر الخطيرة الكبيرة العظيمة اللي يقترفوها الصهاينة ضد خوتنا في غزة. اليوم الآلاف يقتلون، الأطفال والنساء والمرضى يقتلون. احنا ما عندناش آدمية، احنا ما عندناش مشاعر، احنا نختلف على الشعوب العربية والإسلامية الأخرى اللي راهي خرجت اليوم في الشوارع في كل مكان. لماذا الجزائريين ما يكونوش كالناس؟ هذا هو السؤال المطروح بالنسبه لهذوك لوك. جاوبونا على هذا السؤال، علاش هذا الشيء هذا كامل؟ ياك كتقولوا حنا مع فلسطين ظالمه ولا مظلومه وحنا نديروا اي حاجه على القضيه الفلسطينيه؟ فينا هما هاد الاقوال هادو؟ فينا هما؟ هؤلاء المغاربه من الرباط هنا فلسطين، تحية للمغرب، رفعتوا المعنويات بمليونية الرباط، شكرا المغرب. هؤلاء من غنى ما نسمح فيك يا غزة، هؤلاء من قالوا يا حبيبة يا فلسطين، هؤلاء من قالوا وين العرب نايمين. من فلسطيني شكرا للمغرب، لكل مغربي صرخ ودعا لفلسطين ولغزة. انتو دائما رسالة سلام، رسالة فخر وعز إلنا لنتعلم كيف نكون ايد واحدة.
شكرا نادي الرجاء، شكرا لكل لاعب مغربي دعم غزة وفلسطين، شكرا للمغاربة كاملين في زمن خذلنا فيه كثير من الشعوب. شكرا المغرب. المغاربه راه مع القضيه الفلسطينيه قولا وفعلا، ما كاينش هذوك اللعيبات ديال الشعارات. حنا راه وراء الملك ديالنا الله يخليه لينا، هو مع فلسطين والقضيه الفلسطينيه، وكذلك الشعب المغربي. احنا مع فلسطين ظالمه او مظلومه، ده مش عيب ومش غلط وحلو، وكلامك ده فوق الراس. انا لما اقول لك فين الكلام ده على ارض الواقع دلوقتي ما تزعلش مني وما تفهمنيش غلط، والله مش قصدي اقول لك ده احنا ابطال، ده احنا عدانا العيب وازح، ده احنا زي الفل، احنا عملنا كل المفروض يتعمل. لا، كلنا مقصرين بشكل او باخر، ولكن انا مش واخد هذه القضيه ان هي الحاجه اللي انا اقعد اعاير بيها الجميع واقعد اقول ده انت ليه بتخلي علاقاتك طبيعيه. ده معنى كلمه التطبيع. ليه انت بتعمل تبادل تجاري واقتصادي؟ لانه العالم كله بيتاجر. قطاع غزه نفسه مطبع، عمال غزه بيدخلوا يوميا يشتغلوا في اسرائيل. فلما تقول لي ليه بيدخلوا بيشتغلوا عند الاعداء، الحياه كده، حاجات بره الكلام النظري وبره الجيش اللي موجود في التيك توك والفيسبوك واليوتيوب اللي مجيشين وفجاه اختفوا. اين ذهبتم؟ فين رحتوا؟ انا هنا والله ما قصدي ان انا اقول لك ده احنا زي الفل وانت وحش. انت اللي قلت ان القضيه الفلسطينيه عندك خط احمر والمطبعين دول وحشين. والرئيس الحاج تبون لما راح الامم المتحده ما كانش بيتكلم غير على القضيه الفلسطينيه وتقسيم دوله اخرى عربيه. راه هذا هو المشكل. شكون اللي باغي يصدق اشرف عقيل؟ راه ما كاينش اللي غادي يصدقهم، لانهم باغيين يقسموا الاراضي المغربيه. يفهم دابا انت تصدق باغي تقسم الاراضي ديال دوله مغربيه جارتك وكتضارب على انك تحرر فلسطين. انت كيفاش دير هذا التناقض هذا ديال الدوله الهكيه؟ لماذا تقوم الانظمه المنبطحه العسكريه الدكتاتوريه في الوطن العربي بحرب اعلاميه ضد المغرب العربي؟ لان المغرب العربي هو الشعب الوحيد اللي قدم الدماء ولم يقدم الشعارات بشهادة زعماء. دعونا نسمع بعض الشهادات. نحن إن كنا ننسى فلا يمكن أبدا أن ننسى أن الشعب المغربي كان يناصر الثورة الجزائرية. اسمعوا يا تبونيين. وعندما حصل الجزائر على استقلاله في أوائل الستينات تحولت لجنة نصرة فلسطين المغربية مباشرة لتكون لجنة نصرة من الجزائر إلى فلسطين. أي في الستينات بعد ما انتهوا من نصرة إخوانهم في الجزائر هم نفسهم الأبطال تحولوا لنصرة فلسطين. أما في سوريا ومصر فلنسمع. ولا بد لي في هذه اللحظات الحاسمة من أن أوجه تحية من القلب إلى هؤلاء العسكريين البواسل الذين جاءوا إلى قطرنا من المغرب الشقيق ليشاركوا في معركة العزة والكرامة وليقدموا الدم سخيا إلى جانب إخوانهم في سوريا ومصر. أكثر من 6000 من خيرة شباب المغرب ما بين جندي وصف ضابط وضابط ولواء دبابات الوحيد اللي كان في المغرب تركه حافظ الأسد الخاين على سفوح جبل الشيخ دون تغطية جوية، لتكون تغطيته الجوية فقط طائرات الميراج الإسرائيلية ترميه بحمم النار والموت. أكثر من 150 شهيد مغربي في القنيطرة السورية. لولا أن تدخل صدام حسين وحمل الجنود المغاربة أن ينزلوا عن سفوح جبل الشيخ لكان أبيد الجنود المغاربة عن بكرة أبيهم. عرفتوا ليش تحارب المغرب؟ لأنها دولة قدمت دماء شعب ولم تقدم شعارات. عاش المغرب قاهرا أعداءه. المغرب السي تبوني دولة لها أصالة وتاريخ، بلا ما تجي انت دابا عندك 60 سنة وتخرج عينيك في دولة عندها قرون. الفرق راه كبير، بلا ما نحاولوا حنا نوضحوا لك، راه الناس غرباء كيوضحوا لكم. استافدوا هذا الدماء تاعك. الناس العزاز هادشي اللي كاين في هذا الفيديو، تهلاو في راسكم الفيديو الجاي ان شاء الله.